السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. من أجمل الديكورات اللي ممكن نعملها ونبدأ بيها رمضان عربية الفول. هنعملها النهاردة إن شاء الله بكل تفاصيلها وكل المصغرات اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. العربية نفسها سهلة جدا ومش مكلفة خالص، أما المصغرات دي فبتاخد شوية وقت. بتمنى الفيديو يعجبكم واكتبوا لي رأيكم في التعليقات. اول حاجه الكرتونه هنعملها كلها من الكرتون. هجيب كرتونه، يعني اقوى كرتونه عندي بحيث ان هي تبقى كويسه كده وماسكه نفسها. حتى لو الكرتونه ملهاش جزء زياده كده زي الكرتونه اللي معايا فاحنا هنعمل لها الجزء الزياده ده. هنجيب الكرتونه ونغلفها، نغطيها تماما بالخياميه او الخيش لو حابين تعملوها من الخيش، بس عاده ما هي بتتباع بالخياميه. يعني حتى العربيات الجاهزة بتتباع بالخيامية أو بتكون من الخشب ومدهونة باللون الأحمر، فهو أقرب لون ليها لون قماش الخيامية. بعد كده بنغلفها تماما. أنا مش هشيل القطعة الزيادة دي لأن العربية دي بيبقى ليها أرفف وليها أجزاء خارجة براها كده، فأنا محتاجة الرف ده وهثبته طبعا زي ما هوريكم دلوقتي. طيب لو مش موجود عندكم الرف او الجزء الزيادة ده، برضو هنعمل شكل مستطيل كده وهنثبته في الكرتونة بتاعتنا وهيثبت معانا عادي جدا. وهتشوفوا دلوقتي ان احنا هنثبت اجزاء تانية وهتثبت معانا عادي خالص. اي زيادات بنشيلها وبمسدس الشمع زي ما انتم شايفين. الموضوع ما بياخدش وقت خالص، بس المهم ان احنا نشد القماش كويس على الكرتونة علشان يبقى الفينش بتاعنا حلو ومظبوط بالشكل ده. بعد ما خلصتها تماما هبتدي ان انا اشوف بقى ازاي هثبت الجزء ده. جبت كده زي مثلث برضو غلفته بالخامية، لان كل حتة من العربية بتبان، فكده العربية بقت طالعة عندي شوية عن المربع او المستطيل بتاعها. العربية بتكون على شكل مستطيل عادة يعني. بعد كده غلفت مربعين عشان اعمل الرف التاني، والرف التاني بيبقى من ناحية يعني بياع الفول او صاحب عربية الفول، اللي هي الناحية اللي لجوه دي اللي فيها رف برضو زيادة او اللي فيها جزء خارج لبره. وعملت جزء مستطيل تاني علشان اعمل الرف التاني. الرف التاني ده ممكن نغلفه بالألمونيوم، مش لازم يتغلف بالخامية، بس انا حبيت كله يبقى بالخيامية. وبعدين عملت رف جانبي ده اللي بتحط عليه بقى العيش والمية والحاجات دي. تمام كده، يبقى هي ليها رفين، رف جانبي ورف ناحية الفوالة، غير الرف اللي فوق اللي برضو بيبقى ناحية بياع الفول. بعد كده هغلفها كلها بفرنشة. ممكن نعمل بالفرنشة الذهبي اللي دايما برضو بتليق على قماش الخيامية، بس انا حبيت افتحها كده واحط لها شريط بونبون ابيض، يعني يظهر لي كده الالوان الجميلة اللي موجودة فيها. خلفتها داير ما يدور كده بشريط البونبون. وبعد كده بقى هنبتدي في الحاجات اللي هتتحط على العربية. عربية الفول بتدي بهجة جميلة جدا جدا جدا، ومن الحاجات اللطيفة قوي قوي في رمضان. زي ما انتم شايفين كده حطينا البونبون على كل الاطراف اللي مشينا عليها، بيدي فينش حلو قوي وبيقفل لي كل الشغل بتاعي، وكمان بيدي بهجة كده للعربية. ممكن كمان نعلق فيها يعني زي شراشيب كده، نعمل لها شراشيب انه برضو. وطبعا هتبقى حلوة جدا لو حطينا فيها بيبي لايت كده ينورها، هيخليها حلوة جدا. اخر حاجة بقى هنركب لها الدراعات اللي بيزقها منها صاحب عربية الفول. ممكن نعمل العربيات نعمل الايدين بتاعت العربية بالشكل المستطيل ده، او ممكن نعملها مبرومة كده مستطيلة. اخر حاجة بقى اللي لازم نظبطها كويس قوي هي العجل بتاع العربية. طبعا انا قصيت دايرتين من الكرتون، لزقتهم في بعض وبعدين غلفتهم بالخيامية وظبطت ابعادهم علشان يطلعوا لي يخلوا العربية واقفة، ما تبقاش مايلة شمال ولا يمين ولا مكبوبة كده على وشها من قدام. فنظبط بس ابعاد العجل.
هنبتدي بقى نعمل المصغرات اللي بتتحط على عربية الفول. اولها الاطباق بتكون قواعد العلب الزبادي او غطيانها، يعني غطيانها برضو ممكن نطلع منها نفس الاطباق دي بالظبط. بياخد شكل الطبق لما بنقصه، بيدينا المنظر الحلو ده. ونغلفه كمان الفويل، بيدينا طبق ستانلس بقى جميل جدا. برضو عندي الغطيان بتاعة ازايز الفانيليا، هعمل منها ازايز يعني اطباق عريضة شوية، اطباق يعني غويطة شوية وفي نفس الوقت صغيرة، علشان احط فيها مثلا السلطة، الفول، الحاجات اللي انا عايزاها تبقى صغيرة. اول حاجة هعملها البيض العيون. البيض ممكن نحط يعني جزء ابيض وجواه واحدة بس، صفار بيضة واحدة. ممكن احط صفار بيضتين، ممكن احط صفار 3 بيضات في الدايرة الواحدة، على حسب كمية البيض اللي احنا عاملينها في المقلاية مثلا. وكمان ممكن نعمل لونه اصفر صريح، ممكن نعمل لونه اصفر كتاكيتي، يعني نخلط مع الاصفر شوية من البيج. ممكن نعمل لونه مدي على اورنج شوية، يعني نحط مع اللون الاصفر حتة كده من اللون الاورنج، فتدينا لون صفار البيض لما يبقى كده لونه غامق وجميل. الطعمية المستوية اللي خلاص استوت والراجل يعني طلعها من السوا، هعملها باللون الاخضر اللي مضاف عليه شوية من الاسود، زي ما انتم شايفين كده، عشان يديني اللون الزيتي ده. اما اللون الاخضر الفاتح هعمل منه الطعمية اللي لسه بتتقلي في الزيت. هعمل شوية سلطة، فهستعمل الالوان طبعا سلطة بلدي فقطع صغيرة، بفرد اللون الاول لحد ما ينشف، وبعد كده بعمله سلطة، بقطعه صغير اعمله سلطة. اما البصل الاخضر ففردت اللون برضو لحد ما نشف، وبعد ما نشف لفيته بالشكل ده علشان يديني شراشيب كده. وبعدين جبت بقى حتة من الفوم من الصلصال الابيض، صلصال الفوم الابيض، وحطيت عليها الايه بقى راس البصلايه. الفول خلطت اللون الهافان مع اللون البيج، اداني لون كاكاوي كده، عملت منه كور صغيره ولزقتها في الطبق. سبت العيش بخلة الأسنان. هنعمل السبت بقى، يعني زي ما انتم شايفين هعمل شكل مربع، وبعدين هدخل يعني هدخل جواه بقى كمية وحدات كمان من الخلة لحد ما اخد شكل سبت العيش زي ما انا بشوفه جاهز بالظبط. تمام كده. هنفضل نحط فيه كده يعني حوالي 3 في النص تقريبا. ممكن كمان نعمله من عصيان الشيش طاووق لو احنا حابين نكبر مقاسه شوية، بس هنضطر بقى ان احنا نكسر في عصيان الشيش طاووق، ولازم نطلعها بشكل ايه منتظم. لكن ميزة خلة السنان انها يعني مظبوطة لوحدها، احنا مش هنظبط حاجة. هنكمل بقى شكل تشوفوا بقى كده بقى تحفة بقى زيه بالظبط. بعد كده جهزت العيش، برضو خلطت الالوان لحد ما وصلت اللون بيج كده، عملت منه العيش. وبعدين بالشادو قبل ما ينشف كنت حاطه عليه شويه من الشادو البني المحمر كده، علشان يديني شكل العيش يعني ايه وهو طالع من الفرن. وازازه الزيت كتبت عليها زيت ولونتها باللون الاصفر عشان تبان انها ازازه زيت. هنا دي سلايز البتنجان المقلي. عملت اسطوانة من اللون البيج، وبعدين غلفتها بطبقة مفرودة من اللون الأسود، وسبتها يوم كامل تنشف. هنا بزود الشدوى على العيش علشان يديني شكل ناتشرال أكتر. ولما سبتها تنشف قصيتها بقى بالمقص. دي كرتونة البيض، عملت شكل مستطيل، وبعدين جوفته كده بالأداة اللي بتكون جاية مع الفوم الصلصال. ودي البيضة طبعا شكلها بيضاوي لحد ما عملت كرتونة بيض. هنا بقى البطاطس الشيبسي، البطاطس قصدي العادية الصوابع، قطعتها صوابع مستطيلة. وبرده المخلل جزر ولفت، قطعتهم وعملت لهم شنشرة كده. بس لازم الفوم ينشف معايا شوية عشان اعرف اعمل كده. سلايس طماطم وسلايس خيار وبصل اخضر وترانشات او اجزاء من الكابوتشا، وكمان
طعمية بقى كتير، وطعمية بالسمسم، وطعمية سادة. لزقت كل الحاجات بقى في اماكنها. الاول عملت لها تخيل الاول ولزقتها. الفوالة عملناها من الكرتون، سوري، من ازازة الكلور. الجزء اللي فوق من ازازة الكلور عملنا منه الفوالة. الكوبايات، الازايز بتاعة الفانيليا الصغيرة دي عملت منها الكوبايات بتاعة المية. ومن صباع الروج عملت دورق المية ده. ودي الطاسة دي عملتها من غطا بلاستيك كده كان غويط عندي، وشبكت فيه شاليمو علشان يديني شكل الطاسة بدراعها. و لونت الاطار بتاع الطاسة كده بالايلاينر عشان يديني اطار اسود كده حوالين الطاسة بتاعة الطعمية. عملت قاعدة طبعا للفوالة علشان تبقى النار اللي تحتها، وثبتها في القاعدة بتاعتها مايلة عشان تبقى باصة لعربية الفول. المعلقة بتاعت عربية الفول بتاعت الفوالة، المغرفة يعني اللي بنغرف بيها الفول، عملتها من معلقة بلاستيك، سخنتها شوية على النار عشان تاخد الانحناء بتاع الفوالة. كذلك برضو المصفى بتاعت الطعمية اللي بنطلع بيها الطعمية من الزيت، خرمتها برضو، يعني برضو معلقة بلاستيك، وخرمتها بمسمار، بمسمار سخن يعني في النار. وبعدين غلفتها بالورق الفويل زي ما انتم شايفين كده. عملنا برضو بتنجان مقلي، او وبتنجان سليم وفلفل مقلي، وحطيناهم برضو على عربية الفول. عربية الفول بتاعتنا كبيرة، فواخدة مساحة ان هي تتحط فيها حاجات كتير. كل حاجة عملناها ثبتناها على العربية علشان ما تتحركش ولا تقع لما نحرك العربية، او يعني تفضل محتفظة بمكان كل حاجة. بتمنى يكون الفيديو بتاعي النهاردة عجبكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش تضغطوا لايك وتكتبوا لي كومنت حلو من كومنتاتكم، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله بافكار احلى واحلى. باي باي.